الثالثة والأخيرة، وقالت لها إنها هتساعدها تنزل العالم الآخر وتجيب لها من بيرسوفوني صندوق المرهم السحري بتاعها. وبيرسوفوني بالمناسبة تبقى زوجة هيدس حاكم العالم السفلي. وفعلا راحت سايكي المسكينة للعالم السفلي وخدت صندوق المرهم السحري بتاع أفروديت واللي بيحافظ دايما على جمالها الإلهي وشبابها الدايم. وفي طريقها للرجوع كانت سايكي فرحانة جدا إنها خلاص نجحت في مهمتها الثالثة والأخيرة، وفي طريقها لإنها تشوف كيوبيد بعد أيام طويلة من الحزن والفراق، واللي طبعا أثروا على شكلها وخلوه مش أحسن حاجة. وهنا فكرت سايكي إنها تفتح الصندوق وتجرب المرهم الخاص بأفروديت علشان تكون في أبهى صورة لما يشوفها كيوبيد. ودي بالظبط بقى كانت خطة أفروديت، إنها تستغل فضول سايكي الزايد ضدها، لأن ببساطة الصندوق ما كانش فيه مرهم الشباب الدايم ولا حاجة، لكنه كان فيه روح النوم واللي اتحررت أول ما سايكي فتحت الصندوق، ونامت سايكي للأبد نتيجة فضولها. بس من حسن حظها إن كالعادة كان كيوبيد بيراقب علشان يضمن نجاحها في مهمتها.